بات سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم مطالب بالتريث قبل إنهاء صفقة الظهير الأيسر الجزائري إلياس شتي الذي تعاقد معه إلكترونيا وفق عقد يمتد ل3 مواسم. وكانت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد قضت في وقت سابق بإيقاف اللاعب الدولي الجزائري إلياس شتي لمدة 4 أشهر وإلزامه بدفع 1,000,000 يورو مناصفة مع فريقه أنجي الفرنسي لفائدة نادي الترجي التونسي على خلفية فسخ اللاعب لعقده مع هذا الأخير من طرف واحد. وسبق لإدارة نادي الترجي التونسي أن أعلنت قبل 3 أشهر عن كسب قضية المدافع الأيسر الجزائري الذي سبق لها الدفاع عن ألوان شيخ الأندية التونسية بين 2019 و2022 قبل فسخ عقده من جانب واحد في جويليا 2022 وانتقاله في صفقة انتقال حر صوب أنجي الفرنسي. يذكر أن اللاعب الجزائري سبق وتعرض لحكم إذ صدر في حقه بالسجن ل4 أشهر مع وقف التنفيذ بعد أن تم اتهامه بقضية تحرش. تواصل إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم البحث عن مدرب لخلافة البلجيكي سيفين فاندنبروك خلال الموسم الرياضي المقبل. وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي الوداد الرياضي تدرس مجموعة من السير الذاتية لمدربين قبل الحسم في المدرب المقبل للوداد. وأوضحت ذات المصادر أن كل من الفرنسي بول لوغين والجزائري عبد الحق بن شيخة يدخلان ضمن مفكرة المكتب المسير للوداد. واختتم المصدر ذاته أنه من المقرر أن تكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة من أجل تحديد هوية المدرب المقبل لفريق الوداد الرياضي والذي سيعوض سيفين فاندنبروك المدرب البلجيكي الذي قاد المباريات الأخيرة لفريق الوداد الرياضي على رأس الإدارة الفنية لفريق الوداد في ظل دراسة عدد من السير الذاتية لمجموعة مدربين آخرين توصل بهم كذلك الوداد الرياضي في الساعات الماضية. يدنو المهاجم المغربي أيوب الكعبي من العودة لصفوف فريق الوداد الرياضي في سوق الانتقالات الصيفية ل 2023 الأمر الذي يمهد لرحيل جونيور بولي سامبو عن الوداد. وأعلن فريق السد القطري قبل أيام عن مغادرة المهاجم المغربي أيوب الكعبي بعد انتهاء عقده مع الفريق في نهاية الموسم المنقضي. يذكر أن مصادر مطلعة أكدت أن الكعبي ومسؤولو فريق الوداد الرياضي اتفقوا على كافة تفاصيل وشروط الصفقة مما يجعل التوقيع على العقد وشيكا جدا. ويدرك أيوب الكعبي أن عودته لفريق الوداد الرياضي ستساعده على استعادة مكانته داخل المنتخب المغربي. في المقابل يبدو أن الوداد في طريقه للتخلي عن سامبو هداف الفريق لا سيما وأنه تلقى عروضا مغرية من أندية خليجية. ويواصل فريق الوداد الرياضي حملة استقطاب اللاعبين أملا في استعادة الألقاب والبطولات خلال الموسم القادم علما أنه خسر نهائي عصبة الأبطال كما خسر أمام الجيش وأتى في المركز الثاني في الدوري المغربي. تم الكشف عن مستقبل المدرب البلجيكي سيفين فاندنبروك بعد إعلان رغبته عن مغادرة فريق الوداد الرياضي بعد مباراة الديربي مع الرجاء. ووفقا لمصادر إعلامية سيتوجه فاندنبروك إلى الجزائر العاصمة للتوقيع مع نادي شباب بالوزداد الجزائري. ومن المقرر أن يخوض فاندنبروك آخر مباراة له مع الوداد يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعه بالرجاء. بعد ذلك سيسافر إلى الجزائر ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرة التدريبية. وأكدت مصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق بين فاندنبروك وإدارة فريق شباب بالوزداد لقيادة الفريق خلال الموسم القادم. ويعد فاندنبروك مدرب بلجيكي محترف وقدم عمل رائع خلال فترته مع الجيش الملكي كما مع الوداد حيث قاد الفريق الأحمر لتحقيق نتائج جيدة في مسابقات الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا خصوصا في المباراتين الأخيرتين في الدوري المحلي وفي المباراتين ضد ماميلودي سانداونز.
يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم نظيره الرجاء يوم الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في ظل جهوزيته الكاملة لعناصره الأساسية، وذلك برسم نصف نهائي كأس العرش لكرة القدم. وعرف تدريب فريق الوداد الرياضي تحضيرا لقمة الرجاء عودة اللاعبين المصابين، وتدرب رفقة العناصر الحمراء في التدريب الجماعية مجموعة من اللاعبين العائدين من الإصابة، يتقدمهم اللاعب عبد الله حمود الأخير الذي كان قد خضع لعملية جراحية قبل مواجهتي الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا. واستعاد الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي خدمات كل من الجزائري الحسين بن عيادة وزهير المترجي وأمين فرحان. ويستقبل فريق الوداد الرياضي نظيره الرجاء يوم الأحد المقبل بمركب محمد الخامس برسم نصف نهائي كأس العرش لكرة القدم. يمهد رئيس النادي سعيد الناصري لرحيل نجمين عن فريق الوداد الرياضي خلال الانتقالات الصيفية الحالية بالتحركات القائمة على إيجاد لاعبين قادرين على تعويضهم. ووفق ما أكده موقع سيت إنفو فإن الناصري وافق على رحيل بعض النجوم لفريق الوداد الرياضي مقابل الاستفادة المالية الجيدة من رحيلهم وإيجاد البدلاء المناسبين للتعويض. وتابع أن الناصري استقر بشكل كبير على رحيل ثنائي يحيى عطية الله وأيمن الحسوني بالموازاة مع نيله التوقيع الإلكتروني للاعب إلياس شتي واقترابه من ضم الموهبة الإيفوارية إبراهيم وترا. وكان الناصري قد أبلغ نجومه بأن الرحيل سيقتصر على بعضهم فقط ومغادرتهم ستكون مقابل استفادة الفريق ماليا إلى جانب العثور على بدلاء لتجنيب الفريق أي خصاص في قادم المباريات. أمهلت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فريق الوداد الرياضي مهلة جديدة حتى 15 يوليوز الحالي لتسوية جميع نزاعاته من أجل السماح له بالمشاركة في النسخة الأولى للسوبر الإفريقي الجديد. وستنطلق النسخة الأولى للسوبر في أكتوبر القادم بمشاركة الأهلي والترجي ومازيمبي الكونغولي وماميلودي سانداونز وإنيمبا النيجيري وبيترو أتلتيكو الأنغولي وسيمبا التنزاني، بالإضافة لفريق الوداد الرياضي. ذات المصادر أكدت أن الأندية التي لن تتمكن من تسوية مشاكلها المالية سيتم حرمانها من المشاركة في النسخة الأولى للسوبر الإفريقي، والتي تصل قيم جوائزه في الموسم الأول ل$25 مليون.